تتواصل الوقفات القبلية التي تدعو إلى النفير العام وإلى استعادة الدولة ومواجهة الميليشيات الحوثية. هذه الدعوات القبلية التي تأتي بعد الحشود القبلية التي تدعو إلى التصعيد، فبعد اجتماع قبائل مراد في محافظة مأرب ثم قبائل محافظة صنعاء، ها هي اليوم قبائل حاشد وبكير في محافظة عمران تحتشد في محافظة مأرب للدعوة إلى النفير العام ورفض الجبهات بالمقاتلين. سيكون معنا الشيخ ناجي الغولي أحد مشايخ محافظة عمران ليحدثنا عن ما هي أهداف هذه الوقفة القبلية. أهداف الوقفة القبلية هي لإيصال عدة رسائل للداخل والخارج. نبدأ بالداخل، إخواننا وقبائلنا الذي تحت الاحتلال الحوثي نوصل لهم بأن احنا عائدون إلى بيوتنا وقرانا ومحافظاتنا، وأن ليس بيننا وإياكم أي شيء، نحن أخوة نحن وإياكم، وأن عدونا هو الحوثي وعدو اليمن. وكذلك نوصل رسالة بأن هذه القبائل من حاشد وبكير محافظة عمران جنبا إلى جنب إلى جانب الجيش والأمن ومساندين للشرعية. إذن هذه هي الوقفات القبلية والمطالب القبلية المستمرة لقبائل اليمن كافة، والتي تدعو إلى النفير العام واستعادة الدولة لعودة المهجرين إلى مناطقهم. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث، محافظة مأرب.